تداول واسع لادعاءات حول حادثة مزعومة تخص ابنة مسؤول عسكري جزائري في باريس. شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تداولا مكثفا لمعلومات تزعم تورط فتاة قيل إنها ابنة مسؤول عسكري جزائري رفيع المستوى في حادثة وصفت من قبل نشطاء بالفضيحة. وقعت داخل إحدى الشقق المؤجرة بالعاصمة الفرنسية باريس، في واقعة أثارت جدلا واسعا وتفاعلات متباينة. وبحسب الروايات المتداولة على عدد من الصفحات والحسابات، فإن الجيران القاطنين بالعمارة التي توجد بها الشقة اشتكوا من أصوات صاخبة وحالة من الهرج والضجيج غير المعتاد، ما دفع أحدهم إلى إشعار الشرطة الفرنسية التي انتقلت إلى عين المكان لمعاينة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتضيف نفس المصادر غير الرسمية أن بعض الأشخاص الذين كانوا داخل الشقة غادروا المكان قبل وصول الشرطة، في حين تم توقيف فتاة كانت برفقة صديقة أجنبية. وتربط منشورات متداولة هوية الفتاة بابنة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، غير أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها من أي جهة رسمية فرنسية أو جزائرية. في السياق ذاته تداول نشطاء المعارضة الجزائرية هذه الأنباء على نطاق واسع، معتبرين أنها تثير تساؤلات حول سلوكية أبناء بعض المسؤولين، في حين دعا آخرون إلى ضرورة التريث والتحقق من صحة المعطيات قبل إصدار أي أحكام، خصوصا في ظل غياب أدلة موثقة أو بيانات رسمية. وحتى لحظة كتابة هذا الخبر لم تصدر أي توضيحات رسمية عن السلطات الأمنية أو القضائية الفرنسية، كما لم تتناول وسائل الإعلام الفرنسية الكبرى أو وكالات الأنباء الدولية المعروفة هذه الادعاءات بشكل مباشر. ويبقى هذا الملف مفتوحا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما إذا كانت الجهات المعنية ستصدر بيانات رسمية توضح حقيقة ما جرى، أو ما إذا كانت القضية ستظل في حيز التداول الرقمي دون مستجدات قانونية أو إعلامية مؤكدة.